السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من كورة كل يوم. أول كلامنا وخير الكلام صلي على الحبيب قلبك كتيب. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيه، اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك، اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضى بها عنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولأصحاب الحقوق علينا. اللهم ارحمنا وارحم مشايخنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم القدس في حفظك وأمانك، اللهم رد القدس إلى أهلي، اللهم رد القدس إلى أهلي، اللهم رد القدس إلى أهلي. اللهم فك كرب المكروبين وسد دين المدينين وارزق كل عقيم واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر لإمامنا وشيخنا الكبير الشيخ الفاضل الشيخ أسامة عبد العظيم محمد حمزة، اللهم ارحمه برحمتك الواسعة. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النيران. اللهم بلغ آباءنا وأمهاتنا سلاما منا ورحمة منك، اللهم ارحمهم وتقبل منهم سائر الأعمال. رمضان على الأبواب، كل عام وأنتم بخير. اللهم تقبل منا رمضان، اللهم سلمنا رمضان واستلمه منا كما تريد يا رب العالمين. حكايتنا النهاردة البطولة عايزاك، البطولة بتقولك الفرصة التانية جاتلك بإيديك مش بإيد غيرك. الماتش اللي جاي انت وبرجلك وبعقلك وبتفكيرك وبكل أحاسيسك انت اللي هتقدر تقول انا عايزها ولا لا. ال11 تناديك، البطولة ال11 تنادي الاهلي المصري، البطولة ال11 تنادي الاهلي المصري. جيت من بعيد ورجعت لك النقط من جديد، داخل المباراة ب7 نقاط والهلال السوداني ب10 نقاط. لازم ترد على كل القيل والقال، على فلوران إبنجي اللي قال لك حتى لو اتغلبت او اتعادلت مع سان داونز هروح القاهرة واكسب في القاهرة. العيوطة اللي طالع في كل الجرايد وبيقول كسبنا المدلل، كسبنا مدلل الكاف. الاهلي هو مدلل الكاف بأمارة ايه؟ بأمارة صادق السلمي ولا بأمارة رضوان جيد ولا بأمارة حكم مباراة الاهلي؟ في كل مباراة على ملعبك اتحسب لك فيهم ضربة جزاء. قدام الاهلي المصري اتحسب لك ضربة جزاء، قدام القط الكاميروني اتحسب لك ضربة جزاء، قدام صن داونز امبارح في الدقيقة 89 صادق السلمي ما كفاهوش اللي عمله طول اللقاء وحسب لك بيلن في الدقيقة 89. لكن يبدو ان روني ويليامز حارس المرمى ما كانش عارف الاتفاق اللي رولاند بوكينا المدير الفني غير خط الدفاع بالكامل ولعب بخط دفاع تاني ما بيعرفش يحضر من تحت، لعب بخط دفاع تاني ما بيعرفش يحضر من تحت. روني ويليامز غلط غلطة عمره في الجون الأول اللي دخل مرماه، لكن في الشوط الأول كان متألق وصد بدل الكورة 4 وختمها في نهاية اللقاء لما تصدى لضربة الجزاء وتصدى ليها. دخل أطهر الطاهر على طريقة محمد هاني على يمين حارس المرمى اللي شكله انه بيجيد الرمي في الزاوية دي. روني ويليامز بيجيد التعامل مع الكور اللي على يمينه عكس الكور اللي بتيجي على شماله. الجامب والتكوف بتاعه بياخده في اتجاه اليمين اقوى واعلى. ورجعوا لتسديدة لليبو الاولانية والتانية وكان التألق بتاعه موجود فيها. البطولة جايالك على طبق من ذهب، لما تجيلك لازم تعض عليها بسنانك، سن اسنانك عليها وامسكها للاخر. ما اي قطرة دم واخر قطرة عرق في مجهودك لازم تقدر ترجع بيها. ربنا رجعها لك من تاني، مش اي حد تاني اللي رجعها لك، ربنا اللي رجعك للبطولة من تاني عشان الظلم اللي تعرضت له.
سواء من اتحاد افريقي في تعيينات للجنة الحكام، سواء من اتحاد كرة مصري، بيعمل على عرقلة النادي الاهلي في كل الظروف والاحوال. من رابطة، من عامر حسين، من اتحاد كورة، من ضغط واجهاد. وجايين دلوقتي عايزين يلعبوا ماتش المصري البورسعيدي في دور ال16 للرابطة الأندية المحترفة يوم 28 مارس، وعندي لقاء الأخير في المجموعة يوم 31 مارس أو 1 إبريل. بأي منطق أنا عندي الدنيا كلها فاضية من يوم السبت الموافق 18/3 لحد 28/3 عندي الدنيا فاضية. ما لعبش ليه يوم 25، يوم 24، يوم 26، رايح ترميني ليل يوم 28 وبتلعب الزمالك يوم 27. ما عندكش مشكلة انك تلعبني 24 او تلعبني 23، مفيش اي مشكلة فيهم. مفيش عيد، مفيش مباريات عندك في استاد البرج العرب، مفيش نوة موجودة في اسكندرية هتغرق ملاعب اسكندرية ومش هتقدر تلعب عليهم. كل ده مفيش. الاهلي هيتقدم ب3 مطالب. المطلب الاول وبعت بيه جواب للاتحاد الافريقي ان انا هلعب في استاد القاهرة بالساعة الكاملة للجماهير. الاهلي بعت وما حددش عدد جماهير، وبعت بيطلب من الامن الحضور الكامل بالساعة الرسمية الكاملة لاستاد القاهرة. انت بتلاعبني ب10,000 متفرج وجبت موافقة على منتخب مصر ب20,000 متفرج. ما تقوليش ان الامن مش قادر يأمن الناس اللي بتعمل حفلات لعمرو دياب وبيحضر فيها بال100,000 وال200,000 بيتأمنوا في قلب شرم الشيخ. مش قادر تأمن ملعب استاد القاهرة على اي اساس؟ لو مش قادر تأمنه يبقى انت ما عندكش دولة وما عندكش امن. فما حدش يقنعني ويقول لي ان الامن السبب. لا، دي التعليمات اللي موجودة اللي بتتاخد من الجهات اللي في قلب الدولة اللي عايزة تقضي على النادي الاهلي هي السبب. الطلب الثاني اللي الاهلي هيقدمه للرابطة طلب تأجيل مباراة المصري. ما وافقتش على تأجيل المصري، روح العبها انت باتحاد الكرة بتاعك بدل عن الاهلي. الاهلي منسحب من دورة الرابطة، وكمان هيسيبكم من الشعر بيت انه هينسحب من كاس مصر، وكمان هيسيبكم الشعر بيت انه هينسحب من بطولة السوبر المصري. ووريني هتجيب رعاة منين تقدر ان هي تغطي لك تسويق اللقاء اللي انت عامل حسابك عليه يوم 5/5 في الامارات لما هتعرف ان الاهلي المصري مش موجود في اللقاء لن تنظم اللقاء. افتكر كده الاتحاد العربي لما فكر في فريق عشان خاطر يرفع الرعاية للبطولة العربية، راح ندى للنادي الاهلي بالاسم. مفيش اي فريق تاني جابه بالاسم، راح للاهلي المصري وقال له هتيجي وهتلعب من النهائيات مباشرة، علما بان الاهلي هو ثالث بطولة الدوري ولن يشارك. لكن الاهلي بعد الضغوطات اللي موجودة عنده وتحميل المباريات والتعنت من اتحاد الكرة المصري ورابطة الأندية في تحديد مباريات الاهلي واجهاده عشان يخسر البطولات، رفض انه يلعب في البطولة العربية. والكلام دوت مش عندي، طلع حسين لبيب وقال بالاتفاق مع رئيس اتحاد الكرة اتفقنا ان احنا هنلعب مبارياتنا في المواعيد اللي المدير الفني بتاعنا عايزها، وهنضغط الاهلي في المؤجلات بتاعته عشان يخسر نقاط والزمالك ياخد الدوري. بعضمة لسانهم بيفضحوا بعض بعضمة لسانهم فعلا. ويمكرون ويمكر الله والله الخير الماكرين. لما بيطلع فضايح بيطلع بلسانهم. مرتضى منصور لما طلع واتكلم وقال عندي لعيبه حشاشين، عندي لعيبه بتوع مش عايزين نكمل، عندي لعيبه بتتعاطى منشطات، وبان للجميع دلوقتي بعد المقوله دي مستوى البدني المتدني للاعبي نادي الزمالك بالكامل. معنى كده ان الكل كان بياخد منشطات.
لا استثني احد من لاعبي نادي الزمالك، لان كلهم حتى الناشئين المستوى البدني في تدني كامل. وان شاء الله من اول الموسم الجديد الترامادول دخل ضمن المواد المحذرة من رابطة المنشطات. هنشوف لعيبة الزمالك هيبقى مستواها ايه بعد كده. نادي الاهلي الفرصة في ايديك، عض عليها بسنانك، ما تسيبهاش تفلت منك. لو سبتها وفلتت منك تروح تبيع بليلة على باب نادي الزمالك. ما تلعبش كرة من تاني. ربنا قدر الاقدار وسبب الاسباب ان تأهلك يكون في ايديك، في رجليك وايديك دلوقتي، مش في ايد غيرك. كل الامور بقدر ربنا، لكن التيسيرات والشواهد اللي ربنا باعتها بيقول ان البطولة ال11 ان شاء الله اهلاوية. في اخر 6 نهائيات الاهلي وصل ل5 نهائيات، احرز منهم 3، وان شاء الله هيبقى احرز منهم 2، وان شاء الله في اخر 7 نهائيات الاهلي هيوصل 6 مرات وسيحرز منهم 3 ان شاء الله. ال11 2023. مش عشان كده وبس، عشان الموتورين اللي طالعين وبيقولوا ان الفيفا بيجامل الاهلي وبيخليه يلعب وهو بطل 21، والمفروض ان بطل 25 هو اللي يلعب في كاس العالم للانديه. لا يا موتور، انت وهو منك له، يا اللي لا تفقهوا شيء، او ان انتم مدلسين ومنافقين تريدون تزييف الحقائق في كل وقت وكل حين. الاتحاد الدولي لما اصدر قراره ان البطوله ستقام بنظام كل 4 سنوات. البطوله الاولى تقام عام 2025، البطوله الثانيه تقام عام 2029، الانديه الابطال في 2021 و22 و23 و24 من سوف يشاركون في 25، انديه الابطال في 25 و26 و27 و28 من سوف يشاركون في 29. وزيدك من الشعر بيت ان الزمالك هيكون بطل 25 وسيتم الغاء البطوله في 29. دي نكته يا جماعه، بس القافيه اللي حكمت. الكل بيتحامل على النادي الاهلي. مش معقوله تكون المنظومه الوحيده اللي ناجحه عندك وهي اللي بترفعك على منصات التتويج وانت تحاربها بالشكل دوت. منتخب اولمبي فاشل، منتخب قومي فاشل، خسر قدام السنغال في تصفيات كاس العالم وفي نهائي كاس الامم الافريقيه. منتخب الشباب خرج بخفي حنين من المجموعه، حتى ما طلعش من ضمن احسن التوالت اللي يوصلوا للدور الثاني، خرج متزيل المجموعه بنقطه واحده من 3 مباريات، حصل على نقطه من 9 لقاءات، لم يسجل اي هدف في البطوله. دفاع سيء وهجوم عقيم. الزمالك خرج بخفي حنين للمرة الثالثة على التوالي من دور المجموعات. المرة الوحيدة اللي الزمالك عدى فيها دور المجموعات كان سنة القاضية، ممكن عقب إلغاء نتائج فريق من الجزائر بسبب الشغب الجماهيري وعدم استكمال البطولة، وأصبحت مجموعة الزمالك من 3 فرق فقط لا غير. هذه البطولة الزمالك متزيل القاع عقب الخسارة من شباب بلوزداد الجزائري بثنائية نظيفة في العاصمة الجزائر. الزمالك لم يحرز سوى فوز واحد حتى الآن. المباراة الباقية للزمالك أمام المريخ السوداني، إذا استطاع الفوز فيها سيصعد إلى المركز الثالث في المجموعة ولن يكون الحصالة. عندما كنت أعلق على مباراة الأهلي والقطن الكاميروني، دخل أحد الزملكاوية وقال مباراة الحصالات، يقصد الأهلي والقطن الكاميروني. وكان الرد سريعا، لم يمضي سوى 4 ساعات حتى كان الزمالك يتلقى الهزيمة الكبيرة والخروج المهين المذل من بطولة أفريقيا، مثلما فعلوا عقب خسارة الأهلي بخماسية أمام هدفين من صن داونز الجنوب أفريقي في معقل جنوب أفريقيا في بريتوريا، وصعد الجميع للتحفيل
رب العباد أتى بالخبر اليقين من بعيد. الزمالك يخسر بثنائية نظيفة أمام إنبي الذي يقبع في المركز الرابع عشر من الدوري الممتاز. أحد الأصدقاء الزملكاوية نشر على صفحته على الفيسبوك وقال: الزمالك الليلة مقابلة قطبي الكرة المصرية، الزمالك يقابل بيراميدز. علقت له وقلت له: فعلا الطيور على أشكالها تقع. انت لما دورت على قطب ليك دورت على نادي مالوش أي تاريخ، مالوش أي بطولة خدها. أكبر إنجاز عمله في تاريخه إنه وصل للمباراة النهائية في الكونفدرالية والميدالية الفضية. هو ده الإنجاز الوحيد اللي عمله. الإنجاز الوحيد اللي عمله بيراميدز في تاريخه. رد عليا وقال لي: أنا آسف، فعلا القطب الوحيد اللي موجود في قلب الكرة المصرية اللي المفروض إن الزمالك يقول عليه هو القطب الثاني ليه هو الأهلي المصري. مفيش أي نادي في قلب مصر الزمالك يقدر يقول عليه هو قطب ليه. ولما حازم إمام طلع على الهوا وقال مفيش قطبين في مصر، هو قطب واحد بس هو الأهلي. بص على الإنجازات، بص على البطولات. من سنة 2000 الزمالك لم يصعد إلى منصة التتويج غير في بطولة الكونفدرالية في 2018 ولا في 2017 إن لم تخني الذاكرة. هي البطولة الوحيدة اللي خدها. إنما من أول 2001 لحد 2023 اللي احنا فيها الأهلي صعد إلى منصات التتويج 7 مرات في بطولة أفريقيا ومرة في بطولة الكونفدرالية، 8 مرات، وراح لكأس العالم للأندية في 8 بطولات، أحرز ثلاثية 3 مرات المركز الثالث ومرتين المركز الرابع. ده ردي على الهجاص اللي بيقول انا ما شرفنيش المركز الثالث. انت تعرف ايه اصلا عن المباريات العالميه عشان خاطر تتكلم عليها؟ انت تعرف ايه اصلا عن اللعيبه العالميه؟ ولا شفت مين؟ ولا لعبت قدام ليفاندوفسكي؟ ولا لعبت قدام بنزيما؟ ولا توني كروس؟ ولا مودريتش؟ لعبت قدام مين من اللعيبه دي؟ ولا شفتها اصلا بعينيك؟ ولا سلمت على واحد منهم؟ ولا واحد منهم بدل معاك التيشيرت عشان ما يشرفكش؟ احنا اللي ما يشرفناش ان احنا نسمع اي تعليق منك نهائي. الاهلي في لقاء التحدي للرد على الجميع، للرد على العيوطه اللي عمال بيعيط في كل وقت. واتحدى ان الاعلام المصري سيبقى قدامنا 12 يوم على اللقاء. الاهلي والهلال السوداني سوف يستضيفون مجلس اداره الهلال السوداني وصحفيين اعلاميين من السودان لتأجيج الموقف بين الاهلي والهلال السوداني واشعال نار الفتنه اكتر واشد. ما ننساش ان الرئيس الشرفي للهلال السوداني هو تركي آل الشيخ اللي ما فيش اي حاجه على وجه الارض لونها احمر الا وبيكرهها من ساعه رفض مجلس إدارة النادي الأهلي تدخله في الشؤون الداخلية للنادي الأهلي. خلصت حلقتنا، ما خلصتش أخبارنا. استنونا النهاردة إن شاء الله الأحد مع لقاء الكلاسيكو الساعة 10 مساء، برشلونة وريال مدريد في الكامب نو. دمتم وطابت أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء في حلقات قادمة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.